ما هو مش كل عميل هيقول لي السلام عليكم فرد عليه السلام ده معناه انه لازم يشتري مني، ومش كل عميل هيسالني سؤال فهرده عليه واحس ان انا عملت كلوزنج للديل وان انا كفرته تمام التمام ده معناه برضو انه لازم يشتري مني، ومش كل عميل قال لي هفكر لازم يرجع لي تاني، وبرضو مش شرط انه ما يرجعش بس هو بيبقى محتاج وقت عشان يفكر فيه. Any buyer has to give effort when it comes to buy. أي عميل أو أي مشتري لازم يعمل شوية مجهود، يفحص ويدور ويشوف الفيدباك اللي بيجي عليك، الكومنتس اللي الناس بتقولها، الناس اللي اتعاملت معاك قبل كده شكرت فيك ولا طلع عينيها انها اتعاملت معاك. كل ده اسمه due diligence. due diligence يعني ايه due diligence؟ due diligence يعني the research and investigation I do before making the last decision. يعني الأسئلة وعملية البحث الطويلة بالإجراءات بتاعتها الطويلة اللي باخدها كمشتري علشان اخد قرار نهائي ان انا هعمل معاك انت الخدمة دي او هشتري منك انت او من غيرك. لو عايز حل بقى وكلام من الاخر اللي بيقفل ديلات بجد، حاول دايما تلاقي a win-win situation. يعني ازاي العميل اللي قدامك يحس ان الموضوع فيه مكسب ليه هو كمان، وانك مش داخل تضحك عليه وتقفل تارجت وتطلع تجري. لازم احس ان الموضوع win-win، انت كسبان وانا كمان هكون كسبان. ففي كل كلامك لازم دايما تحسسه بنقاط القوة اللي عندك. هو هيستفيد ايه؟ عدد الاستفادات، اديني الادفانتجز. So always think about it. How can you make it a win-win? Close the deal. وclose the deal معناها ان everything is completed and the deal is done. معناه ان خلاص العميل بتاعك عمل due diligence من هنا لسنتين قدام، وانت خلال الدو ديليجنس كنت بتبين له ان هي win-win situation من خلال النقاط اللي بتظهرها، نقاط القوة اللي عندك في منتجك او في الخدمة اللي بتقدمها، وقدرت توصل ان everything is okay and the deal is done. تعالى كده نشوف المثال ده. Did you close the deal? Not yet. My client is still doing the due diligence. So try to think how can you make it a win-win so your client want to close the deal. Due diligence. Due diligence. The research and investigation I do before making a decision. Win-win situation. A situation in which all parties benefit. Close the deal. Close the deal. It means that everything is completed and the deal is done. متنساش تحاول تكتب في التعليقات تحت ازاي تقدر تستخدم ال 3 expressions دول في شغلك. Don't forget to write in the comments below how can we use these expressions in our business. See you!